8 أهداف يضيعوا قدام استاد أباجان في مباراة الأهلي واستاد أباجان طبعا في المجموعات المباراة الخامسة لنادي الأهلي، وإمام عاشور يقود نادي الأهلي منفردا بثلاثية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع تايم الأهلي على اليوتيوب. طبعا لسه من شوية خلصان مباراة الأهلي واستاد أباجان، والأهلي فاز 3-1. يعني نتيجة ومفيش أداء خالص، مفيش لعيبة لعبت. احنا ما شفناش يعني غير الثلاث أهداف وغير الثمان أهداف اللي ضاعوا مع الأهلي. طبعا فرص سهلة جدا جدا هنتكلم عليها وهقولها لكم بالدقائق كمان، كل حاجة متسجلة معانا. أنا شايف إن الأهلي لحد دلوقتي الأهلي لسه في الضياع. مفيش مباراة لعبها زي ما احنا اتكلمنا من بعد مباراة العين الاماراتي والاهلي ما جاش. هي المباراة دي بس اللي الاهلي لعبها في بطولة الانتر كونتيننتال ديت. الاهلي تقريبا فاز 3-0 ساعتها. فحاليا لحد دلوقتي، لحد المباراة اللي لسه خلصانة من شوية، الاداء بتاع الاهلي صفر. لاعب او لاعبين هما اللي بيشيلوا نادي الاهلي، كان وسام ابو علي او امام عاشور او اي حد تاني بقى. لو اللعيبه ديت مش موجوده، الاهلي مش هتلاقيه اصلا، مش هتلاقي الاهلي ضايع خالص، هو والمدرب واللعيبه وكل اللي بيلعب. عندنا مشكله كبيره جدا جدا في ضيعان الاهداف. بنوصل وبنعرف نوصل بالكوره كويس قدام الجون، بس بنضيع كتير قوي. يعني حسين الشحات بيروح بالكوره، بيفكر في نفسه، بيفكر في الفرديه. امام عاشور ضيع قبل الثلاث اجوان، ضيع لوحده حوالي اربع اهداف. وسام ابو علي في الثانيه 45 فرصه امام عاشور صنعها لوسام ابو علي وهو حطها وجت في العارضه ورجعت له تاني. كره سهله جدا وضيعها. الكلام ده ما كانش بيحصل مع وسام حتى، يعني الكلام ده كان اي كوره، حتى لو كره ميته وسام كان بيجيبها هدف. بقالنا كام ماتش كده وسام بيجتهد وبيعرف يروح وبيجري والكلام ده كله، بس ما بيسجلش اهداف. وعندك فرصه كمان في الدقيقه 2 الاستاذ حسين الشحات. انا مش عارف حسين الشحات بيلعب ازاي، اقسم بالله. يعني حسين تحس ان هو يعني بيفكر في حاجه قبل ما يلعب الكوره. يعني بيفكر في حاجات، مش حاجه واحده بس. بحس ان هو دماغه كده شغاله في كام حاجه كده بره الكوره، والكوره بقى يعملها جت ما جاتش. عاوز يلبس اللاعب كوبري ومرقص مرقصتين وخلاص وشكرا. ده اللي حسين بيعمله. كوره في الدقيقه 2 هو والجون وضيعها. حاجه غريبه جدا من لعيبه الاهلي ومن حسين الشحات بالاخص. يعني عندك كمان في الدقيقه 16 طبعا فرصه برضو لامام عاشور ضيعها. كل الفرص اللي انا بقول لك عليها دي اهداف الاهلي ضيعها. يعني لو اللعيبه كانت ركزت شويه كان الماتش ده خلص حوالي 9 او 10-1 طبعا بالهدف اللي هم جابوه. عندك بقى في الدقيقه 26 هم احرزوا هدف طبعا بخطا ياسر ابراهيم راح للكوره فاتزحلق، فاللاعب خدها. اللاعب على فكره اللي جاب الجون ده هو اللي كان بيلعب في الفريق ده، هو اللي كان بيلعب الاهلي بس. ما كانش في حد بيلعب خالص في الفريق غير اللاعب ده. واللاعب تحس ان اللعيبه كلها خايفه منه، لعيبه الاهلي كلها خايفه منه. وانا شايفه انه لاعب عادي اصلا، بيجري بشكل عشوائي واللعيبه خايفه منه، فمش عارف ليه. في الدقيقه عندنا بقى في الدقيقه 53 احرز امام عاشور بكوره. يعني مش هقول، ما اقدرش اقول عليها حاجه غير ان هي كوره حظ. امام وسام ابو علي حاططها بدماغه في اتجاه الجون. الكوره كانت طالعه بره على فكره. فامام طبعا كويس ان بتاع الرايه اصلا ما رفعش. امام كمل وراح جايبها هدف. فهدف كده جبنا التعادل بشكل عشوائي، مش هدف منظم خالص. وطبعا في الدقيقه 60 طبعا الاستاذ حسين الشحات، انا مش هسميه الا استاذ بعد كده. حسين الشحات ينفرد هو
والمدافع وضيعها بشكل غريب. مش عارف عايز ايه. يعني انا لو جبنا حسين الشحات في الكرة اللي هو في الدقيقة 60 دي بالظبط وسألناه هيقول لك انا ما اعرفش انا كنت بعمل ايه، انا ما اعرفش اصلا كنت عايز اعمل ايه. فهو شخصيا ما كانش عارف هو هيعمل ايه في الكرة دي. فكرة غريبة المدافع خدها منه بكل سهولة بكل سهولة. عندنا بقى في الدقيقة 64 فرصة ضايعة لإمام عاشور. كل دي فرص، كل ده أنا بقول لك على الفرص اللي ضايعة لنادي الأهلي، وفرص إيه يعني أهداف حقيقية. طبعا في الدقيقة 70 ضربة جزاء صحيحة لنادي الأهلي بتاعة وسام أبو علي. الأهلي كان ليه ضربة جزاء والحكم ما حسبهاش، فدي برضو هنحسبها فرصة لنادي الأهلي في الدقيقة 74. وده يعني ما اجمل الاهداف ان هو جه في وقت ال 74. طبعا شهداء نادي الاهلي الله يرحم الجميع. هدف امام عاشور بصناعه خالد عبد الفتاح في الدقيقه 74، الهدف الثاني لامام عاشور. في الدقيقه 83 فرصه ضايعه، فرصه محققه لنادي الاهلي لامام عاشور ضيعها. دي فرص كلها ضايعه من النادي الاهلي. في الدقيقه 90 امام عاشور يحرز الهدف الثالث لنادي الاهلي، فتصبح النتيجه 3-1. ف يعني محدش لعب. شفتوا انا قلت لكم يعني كل الفرص اللي بتاعت الاهلي الحقيقيه او اللي كانت هتخش اهداف كلها امام عاشور، حسين الشحات، وسام ابو علي. 3 لعيبه بس هم اللي كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي. على فكره من احسن وارجل اللعيبه اللي لعبت النهارده هو ياسر ابراهيم رغم الخطا اللي هو اخطاه، وامام عاشور طبعا باحرازه للثلاث اهداف. الاثنين اللعيبه دول هم دول الاثنين اللي يستحقوا ان ياخدوا راجل المباراه النهارده في نادي الاهلي. فطبعا هنقيم اللعيبه بقى سريعا كده في التشكيله اللي معانا. طبعا كل الناس شافت التشكيله غريبه وعجيبه من مارسيل كولر، فتحس اللي هو كده يعني بينزل وخلاص. مش عارف والله، يعني بقاله فتره جامده بينزل لعيبه غريبه. فطبعا اول لاعب معانا وسام ابو علي. وسام ابو علي هديله 2/10 علشان وسام انا ما حسيتوش في المباراه غير الكوره بس اللي هو ضيعها في اول 45 ثانيه ده. حسين الشحات 0. امام عاشور 9/10. امام عاشور انا النهارده كنت في حاجه غريبه في امام النهارده. امام عاشور كل شويه كان الكاميرا تيجي عليه وعايز يشرب، مش تحس ان هو واكل رنجه ولا ايه. فامام عاشور هديله 9/10. مين اللي بعده؟ كوكا هديله 4/10. مروان عطيه هديله 5/10. السوليه 1/10. ما حسيتوش في الشوط الاولاني، طبعا الشوط الثاني اتغير. خالد عبد الفتاح هديله 6/10 بسبب الاسيست اللي عمله لامام عاشور. ياسر ابراهيم هديله 8/10، تاني افضل راجل في المباراه بعد امام عاشور. رامي ربيعه لحد دلوقتي انا مش حاسس رامي ربيعه، حاسس ان ياسر اللي كان بيلعب لوحده بس، فهدي رامي ربيعه 0/10. البودلة اللي نزلوا طبعا في الشوط الثاني هقدر اقيمهم عشان لعبوا شوط كامل زيهم زي اللي لعبوا وطلعوا زي السوليه. قفشه هديله 0/10. كريم ندفد مش عارف جاي للاهلي ليه ولا نزل ليه اصلا. يعني كريم ندفد دوت انت يعني انت لغيه شاطب اسمه يا كولر، مش عارف اديته النهارده بناء عن ايه ان انت تنزل كريم ندفد في الشوط الثاني وما حسنهوش. كريم ندفد بيتعلم كوره. كريم ندفد مش عارف يعني بصراحه خساره فيه الاسم بتاع ندفد ده. فمش هقيم كريم ندفد، يعني هسيبه خالص، مش هديله حتى 0/10. مين تاني نزل؟ محمد هاني هديله 1/10 طبعا عشان محمد ما نزلش كتير. وطبعا معانا طبعا احنا نسينا كريم الدبيس. كريم الدبيس برضو لعب في الشوط الاولاني هديله 3/10. محمد الشناوي هديله 7/10. محمد الشناوي ماشي بمستوى واحد بقاله مباراتين كده، المباراه اللي فاتت والمباراه ديت،
واخد مني برضو التقييم في الفيديو اللي فات 7 من 10، وهديله التقييم برضو في الفيديو دوت 7 من 10. طبعا بعد كده بقى التغييرات اللي حصلت بعد كده، عمر الساعي وسمير محمد، فاللعيبه دي مش هقدر اقيمها عشان يعني انا عندي شويه كلام كده على عمر الساعي. مش عارف كولر بيعامله كده ليه. كولر بيعامل عمر الساعي ان هو جاي الاهلي يلعب دقيقه او دقيقتين فقط، يعني محدش متكلم مع كولر ومعرفه ان اللاعب ده جاي من نادي الاسماعيلي، جاي اساسي، جاي مكسر الدنيا في حتته، وراجل الكواليتي بتاعه جامد. فمش عارف هو بيعامله ليه كده. فحد يعني ممكن سامي قمصان ولا حاجه يتكلم مع كولر ويبلغه على عمر الساعي، عشان عمر الساعي مش جاي ماضي بس في العقد دقيقتين ولا 3 دقايق يا عم كولر. لعيب جايبينه بملايين، فمش جايبينه عشان ينزل دقيقه ولا دقيقتين. الراجل لازم يبقى ليه فرصه اكتر من كده. ده انت اديت لكريم نيدفيد فرصه، مش هتدي لعمر الساعي؟ اديت لخالد عبد الفتاح فرصه، مش هتدي عمر الساعي؟ مش عارف يعني لحد دلوقتي اصلا احنا ما شفناش عمر الساعي بيبدا اساسي مع كولر. فاحنا عايزينه، محتاجينه نشوفه، محتاجين الجماهير تتفرج عليه، محتاجين الناس تبص عليه، محتاجين الناس تحكم عليه. فمش هينفع ان هو ينزل دقيقه ولا دقيقتين وبعد كده احنا مش عارفين نحكم عليه، مش عارفين نعمل. هو على فكره عمل اسيست النهارده جامد جدا، يعني راح بالكوره فرصه وما سددش، عرضها لامام والكوره ردت لقفشه، وقفشه وقع لضربه جزاء، وبعد كده رجعت لعمر الساعي تاني وما طمعش فيها وراح جاي حاططها لامام، فامام حط الثالث. فيعني عمر الساعي اصلا انا ممكن اقيمه كمان، اقيمه اديله يعني بالثلاث دقايق ولا 4 دقايق اللي هو لمس الكوره فيهم دول اديله 4 من 10 بسبب بس الاسيست اللي هو عمله. يعني الراجل نزل ما عملش اي حاجه غير ان هو عمل اسيست لامام عاشور. فلازم لازم كولر يدي لعمر الساعي فرصه اقوى من كده، ويعني دقائق اكتر من كده حتى لو مش هينزله في التشكيله الاساسيه. دي كانت حلقه بعد مباراه نادي الاهلي واستاد ابيجان في دوري ابطال افريقيا. انتظرونا بكره ان شاء الله في حلقه مميزه جدا جدا وصفقات جديده لنادي الاهلي. وفي النهايه ما تنسوش تدعوا لاخواتنا وحبايبنا اهل فلسطين، ربنا ينصرهم ويطلعهم من الضيقه اللي هم فيها. وان شاء الله انتظرونا في حلقه بكره. وفي النهايه شكرا لدعمكم واشوفكم بكره. السلام عليكم.